طبعا حضرتك تقصدها انجاز كبير في تاريخ مصر، وان كان النواب اللي هم في المجلس مش كلهم يستحقوا ان هم يكونوا في المجلس، بس في ناس تستحق فعلا ان هي تكون في المجلس، لكن احنا نامل ان اللي هو مش كويس في المرحله الجايه يبقى انسان كويس، ويبقى انسان طبعا مخالف لمرحله ما قبل الثوره. اول مره في تاريخ مصر نشوف حلقه بجد مجلس شعبي بيمثل كل طوائف الشعب بجد. ان دلوقتي صوتنا هيوصل وكل طلباتنا مجابه، بس احنا نصبر على المجلس. بداية مبشرة جدا بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب، خصوصا ان ده يعني اول مجلس شعب يجي يكون من اختيار الشعب ذات نفسه بدون اي تزوير، بدون اي اختيارات من الاحزاب معينة. فده كلمة الشعب بدأت تظهر تاني من جديد، وهي كبداية فهي بداية مبشرة كده ان شاء الله، وربنا يوفقهم ويعني يبدأوا ينفذوا احلام الشعب البسيط ده. ما كانش في اي صوت بيوصل لينا، انما دلوقتي اللي اقدر اقوله على مجلس الشعب الجديد ان خلاص ان الاوان للشعب المصري والكل مصري انه يبقى له صوت في مصر، وان كل مطالبه هتحقق باذن الله، فهو مجلس مشرف جدا جدا جدا.